وحنا على بعد 8 شهور على موعد تنظيم كأس افريقيا 2025 في المغرب بتاريخ 21 دجنبر 2025. حاليا كيتم اصلاح وتشييد الملاعب اللي غادي يستقبلوا هاد التظاهره، واللي منهم ملاعب تعاودوا من الاول، يعني هاد مشكل قديم، ودابا كيبنيو في ملعب اخر كيحمل نفس السميه ولكن بشكل وتصميم جديد. من شهر 9 2023 كان هذا هو اخر تاريخ غادي نشوفوا فيه ملعب مولاي عبد الله بهذا الشكل، ومن وراء عام و5 شهور ديال الخدمه المهندسين والعمال المغاربه قدروا يحولوا لنا ملعب مولاي عبد الله من هذا الشكل لهذا الشكل اللي قدامكم تاريخ 23 مارس 2025 من بعد الهدم الكامل وبناء ملعب من جديد. وحاليا ما بقى ليه والو ويولي بهذا الشكل اللي جا في التصميم اللي كلشي كذبوا باش خرج، كلشي قال بلي غير فوتوشوب وفي الواقع غيكون حاجه اخرى، ولكن حتى لهنا وبهذا لافونسمون اللي وصل ليه الملعب بانوا الملامح ديالو. وكيف ما كتشوفوا قدامكم حنا قدام تحفه مغربيه، معلمه من المعالم المغربيه اللي غادي تبريزونطي المغرب في التظاهرات اللي جايين، اولهم كاس افريقيا 2025 اللي على الابواب وكاس العالم 2023، واللي غيخلينا نفتخروا بهذا الملعب وسط افريقيا. هو ما اعتمدنا على حتى شي دوله اجنبيه، الملعب تم البناء ديالو من طرف شركه مغربيه بعمال ومهندسين وتقنيين مغاربه، يعني انجاز مغربي. ومن وراء شهرين تقريبا وحنا محرومين من متابعه ورؤيه اخر تطورات الملعب من الفوق بالدرون، واخيرا حصلنا على فيديو كيورينا صوره شامله على اخر تطورات الاشغال بفضل قناه تايم ستاد، شكرا ليه. فاجي نكتشفوا اخر الاشغال والمستجدات ديال ملعب مولاي عبد الله وشنو تبدل في هاد الشهرين على اخر صوره حصلنا عليها بالدرون. نشوفوا شنو باقي ما تخدمش في الملعب، وشنو هما الاجزاء اللي باقيين ما ركبوش في السقف، شنو هي طريقه التسقيف اللي خدامين عليها وامتى غيكون واجد، شنو السر وراء هاد التطور الكبير اللي طرا في الملعب مؤخرا. هادشي كله وكثر غنعرفوه في هذا الفيديو. غنطلب منك حاجه وحده، خلي لي سبسكرايب كدعم ليا، ما غتخسر والو، راها فابور باش نزيد نتموتيفا ونطور من المحتوى اللي كنقدم. دير معاك جيم وكمل الفيديو حتى الاخر. الا رجعنا لاخر فيديو مصور بالدرون شهرين هادي، كان ملعب مولاي عبد الله وصل لهذا النيفو اللي قدامكم، وصلوا ليها في عام و3 شهور من بعد هدم الملعب كليا، وهذا بحد ذاته كيتعتبر انجاز غير مسبوق. وكنظن اول بروجي عملاق كيافونسيو فيه لهذه الدرجه في هذا الوقت الوجيز في المغرب. فتحيه لكل واحد واقف على الاشغال ديال الملعب. فكيف ما كيبان لكم وباش نحطكم في الصوره، من شهر واحد تقريبا وهما خدامين غير في تسقيف الملعب، والعمليه صعيبه وماشي سهله لان الاجزاء اللي غتكون السقف كلها من الحديد، وباش تركب هذا الكم الهائل ديال الحديد خاصك بزاف ديال الماتيريال والوقت. السقف والغلاف ديال الملعب اللي هما الجناب كيتكونوا من نفس لا ماتيير ونفس الاجزاء اللي هما 3. الجزء الاول اللي بادي من التحت واللي كيغطي الملعب من الجناب وكيهز السقف، الجزء اللي جا الوسط كيربط ما بين الجزء الاول والسقف اللي هو الجزء الثالث اللي غيغطي الملعب ويبان مسقف كامل. من وراها عاد غادي يركبوا في هذه الاجزاء جزء اخر نسميوه الحلقه، غادي تربط كاع الاجزاء مع بعضهم، وهي اخر جزء في السقف. كيف ما كتشوفوا في هذا الفيديو اللي كيرجع لتاريخ 10 فبراير في هذا العام، كيبان بلي المدرجات واجدين وكملوا قبل من هذا التاريخ. نفس الشيء بالنسبه للبنايه والمرافق ديال الملعب. اما الاشغال الاخرى واقفه على التسقيف، ما غادي يبداو فيها حتى يساليو من التسقيف ويخرجوا كاع الماتيريال وينقيو الدنيا، عاد يبداو فيها، منهم تركيب الكراسي والعشب والشاشات والفينيسيو. فكيف ما كيبان لكم من قبل كانوا افونسين بزاف اشغال التسقيف. كاينين بلايص اللي ركبوا فيها الجزء الاول والثاني من السقف، وبلايص اخرين ركبوا فيها الجزء الثالث والاخر في السقف. اما اخر الاشغال ديال تسقيف الملعب بتاريخ 23 مارس واللي كيتعتبر هذا هو اخر فيديو حصلنا عليه، فراه افونساو بزاف في السقف تبارك الله، والملعب في الحقيقه ولا قريب بزاف للتصميم اللي خرج ديال الملعب. وهذا الشيء كيدل باللي مولاي عبد الله غيكون كيف ما تحط في التصميم، وغيكون معلمه وتحفه مغربيه اللي ان شاء الله غندو فيها كاس افريقيا 2025. وكيف ما كيبان لكم في الفيديو الملعب مخدوم بدقه عاليه، الحواف والزوايا ديال الملعب متقونين وكيعطوه منظر فخم وجميل. ودابا نقدروا نقولوا عندنا ملعب عالمي كيليق بالمستوى ديال المنتخب المغربي في كره القدم والطموحات اللي عندنا، وكيليق بالجماليه ديال العاصمه والتاريخ ديالها. فبالنسبه للاشغال الملعب، اول ملاحظه غادي نلاحظوها هو ان الملعب ولا محاط بزاف ديال الرافعات من برا ومن الداخل، العكس الا شفنا الاشغال قبل بشهر. وهذه الكميه ديال الماتيريال بانت في لافونسمون ديال الاشغال، تقريبا بقاو اجزاء قلال ويكمل السقف. فكيف ما كتشوفوا هنا هادو كاملين ركبوا فيهم الاجزاء بثلاثه اللي كيكونوا السقف، وبقات بلاصه واحده هنا في هذه الزاويه اللي باقي ما ركبش فيها الجزء الثالث. ومن وراها نقدروا نقولوا جميع الاجزاء اللي كتكون السقف كملات. كاينين قطع اخرين ديال الحديد كيعمروا بها الفراغات اللي في الاجزاء اللي كنهضروا عليهم. كيف ما كتشوفوا هنا كاينين شي بلايص
بلايص باقيين خدامين فيهم وما كملوش، وهاد القطع غادي يبانوا لكم في المحيط ديال الملعب بكثره. هاد القطع ماشي غير معمرين بهم الفراغات، بل غادي يهزوا اولا غادي يركبوا فيهم صفائح اللي غادي يزينوا السقف، واللي هي اللي غادي تكون في الواجهه ديال السقف، بحال اللي داروا في الجنبات اللي غادي نرجعوا لهم من بعد. الاستراتيجيه اللي غادي بها في عمليه التسقيف اولا الخطوات اللي غاديين عليها، اول حاجه ركبوا الاجزاء ديال الملعب اللي كيكونوا السقف وكيتعتبروا هما الاساس ديالو. وطبعا في نهايه التسقيف ما غاديش يبقى يبان هذا الحديد كامل. من بعد ما يركبوا الاجزاء غادي يبداو يربطوه بقطع اللي كيبانوا لكم هنا، وغادي يبقاو فراغات على شكل مربع، وهذوك الفراغات غادي يركبوا فيهم صفائح اللي غادي يكونوا في الواجهه ديال الملعب كيف ما كيبان في التصميم. الحلقه اللي غادي تجمع الاجزاء كاملين كيف ما كتشوفوا بداو فيها وركبوا جزء منها، وهذه هي اخر مرحله في التسقيف باش يكون الاساس واجد واللي هو المهم ويدوزوا للفينيسيو. فبالنسبه للجنبات او للواجهه الخارجيه كيطبق عليهم نفس الاستراتيجيه، غير هو كانوا بداو فيهم من قبل. ديجا كانوا ركبوا جزء اللي كيبان لكم وحبسوا فيه الخدمه، وكنظن السبب هو ان هذا الجزء كان غير شونتيو، وكانوا كيتسناو لي زانترفونون اللي واقفين على البروجي منهم لاركتيكت يديروا الريسبسيون ويعطوهم الاوكي عاد يكملوا فيه الخدمه. وهذا الشيء اللي طرا بداو خدامين في البلايص اخرين كيف ما كيبان لكم. السر وراء التطور الاخير في اشغال التسقيف راجع للاستراتيجيه الجديده اللي خدموا عليها، هو انهم ما بقاوش كيمونطيو الاجزاء ديال السقف في الجناب ديال الملعب كيف ما كيبان لكم. الا راح تشوف الفيديو الاخير غيبان لكم جناب خاويين فيهم غير هاد القطع الصغيره ديال الحديد. الاجزاء ولاو كيمونطيوهم في تماره في السونتر، البلاصه اللي كان فيها دوار صحراوي من قبل. الشركه مستغله ديك المنطقه من بدايه بناء الملعب، وحاليا كيمونطيو فيها هاد الاجزاء وكيجيبوهم واجدين للملعب كيف ما كيبان لكم. وبفضل هاد العمليه خواو الجناب ديال الملعب باش يوجدوه حتى هو، زيد عليها غيقدروا يخدموا بزاف ديال الاجزاء في دقه واحده، ما غاديش يكون مشكل ديال ضيق المساحه. والمردود شفناه في لافونسمون ديال الاشغال. فهاد جوج صورات اللي قدامكم بيناتهم شهرين ما كاملاش. بالنسبه للقنطره اللي هضرنا عليها من قبل واللي كتقطع الشارع اللي كيدي من تماره للرباط، كيف ما كتشوفوا القنطره قربات تكمل. وهاد القنطره المنافع ديالها كثيره، اولهم غادي تربط الجهه اللي من الفوق ديال الرباط اللي هي حي الرياض بالملعب، يعني غادي تسهل دخول الجماهير اللي ساكنين في حي الرياض وحتى اللي ساكنين في تماره، وغادي تربط حتى محطه القطار الجديده بالملعب، وهكا غادي تسهل عمليه تنقل الجماهير من المدن الاخرين للملعب. طريقه التسقيف او نوع السقف اللي خدامين عليه في ملعب مولاي عبد الله صعيب ومعقد بحكم انه كيتكون كامل من الحديد. هادشي اللي كيخليه يحتاج بزاف ديال الماتيريال وبزاف ديال الوقت والاتقان في العمل، والحمد لله هادشي شفناه في العمال والمهندسين والمشرفين على الملعب. العكس في ملعب طنجة اللي طريقه التسقيف ديالو سهله، كتعتمد على جوج حلقات، وحده كتركب من الفوق الملعب وحده كتركب من الداخل ديال الملعب وكتكون هي الاصغر. من بعد ما كيكملوا كيتم ربطهم بكابلات وكيطونديو الكابلات باش الحلقه اللي الوسط طلع الفوق، وهكا كيكونوا الاساس ديال السقف، وكيتم التغطيه ديالها بالقماش وتركيب الاضاءه، وكيكون السقف واجد ومناسب باش يتزين باي لون بغاو. وهاد العمليه كتسمى بجانسل فابريك روفين. هاد التنوع في البروجيات والطرق باش كيتخدموا غتعطي للشركات المغربيه تجربه كبيره في هذا المجال، وهذا الشيء غينفعهم مستقبلا، وغيولي من السهل انهم يشدوا بحال هذه المشاريع في افريقيا. الا وصلتي حتى لهنا كنشكرك بزاف على الوقت ديالك، كنتمنى يكون عجبك الفيديو. كتب لي في كومونتير تم باش نعرفك ونشكرك على التتبع ديالك. دخل عندي الانستغرام الا عندك شي سؤال على الموضوع او لا كان عندك تساؤل كيفاش تبدا صناعه المحتوى في يوتيوب، فمرحبا بالاسئله ديالكم. دير معاك جيم واشتراك كدعم لي باش نزيد نطور من المحتوى اللي كنقدم. كان معاك عبد الاله، نتلاقاو في الفيديو الجاي.